الحمد لله اخيرا انا ودينا اتصالحنا، وجيت قعدت مع عم سامي والموضوع اتحل. ناس كتير كانت بتقول ان الموضوع ترند ومش ترند. احنا لو كان الموضوع ترند اكيد كان هياخد شهر شهرين سنة سنتين، ومش بعيد انا كنت اتجوزت وخطبت ومش عارف ايه. اكيد الناس البلوجر او الناس اليوتيوبر فاهمين في الكلام اللي انا بقوله ده. مفيش مشكلة بتحصل او اي اتنين بيبعدوا عن بعض او يحصل بينهم مشاكل في خلال يومين ثلاثة بتكون المشكلة اتحلت، دي ينسوها. اكيد عايزين يجيبوا مشاهدات كتير ويعملوا حاجات كتير، فاكيد كانوا هيقعدوا يعملوا افلام وقصص. غيرنا اللهم لك الحمد احنا مش محتاجين الكلام ده. ده اول. الحاجه الثانيه، الموضوع اتحل ازاي؟ ان انا عم سامي طبعا انا جاي رسائل كتير، وعم سامي ناس كتير كلمته، ودينا جالها الافات الرسائل اللي هي عايزه تحل يعني. وانا ابتديت الاقي مسجات بتجيلي، الناس الشماته خراب البيوت اللي يقول لي ايه، انت ومراتك لو ما اتطلقتوش مش هيبقى عندكم مصداقيه. فانا مش فاهم، طب انت ليه حابب ان احنا نتطلق؟ مش يعني انا عشان يبقى عندي مصداقيه اطلق مراتي واشرد ولادي؟ اكيد انا خدت موقف وقتها اي راجل في الدنيا يوم ما يحصل له نرفزه ممكن يقول كلمتين ويمشي. واي بيت في الدنيا بيحصل فيه مشاكل. ما تقنعونيش ان حياه البلوجر دول يعني ملايكه عايشين على سجاد. ما هم ما بيوريكوش غير افضل حياه، افضل حاجات في حياتهم. انتوا ما بتشوفوش بقى الجانب المظلم، انتوا دايما بتشوفوا الجانب الحلو والجميل، لكن الجانب المظلم ما بتشوفوش. كل بيت وفي في مشاكله. اي نعم انا ومراتي متفاهمين جدا ومشاكلنا بتبقى قليله، بس اكيد وارد ان في مشاكل. فيجي حد يقول لي طب ليه مشكلتكم ظهرت على العلن؟ المفروض دي خصوصيات. اقول لك المشكله كانت اصلا بسببكم، بسبب الحمله اللي اتعملت علينا، مش بسبب الناس اللي بتتابعنا وبتحبنا. اكيد بسبب الناس اللي عملوا علينا الحمله، فهم كانوا جزء من المشكله، فعشان كده المشكله ظهرت للناس. لكن عاده احنا ما بنحبش نصدر مشاكلنا لحد. دي حاجه. فقفلت لكم قصه الترند اللي بيقعد يقولوا ترند. لو ترند كنت كملت فيها شهر شهرين ودينا تطلع ترد على قناتها في اليوتيوب، وانا اطلع ارد على قناتي في اليوتيوب، عملنا بتاع 20 30 40 فيديو يعني. طبعا الكلام ده ما حصلش، واللهم لك الحمد. رجعت بيتي وفي وسط عيالي. اول يوم لك كان ليا النهارده، واتكلمت مع حمايه والموضوع انتهى. هو حمايه بس متضايق ان انا ما كنتش باخد موقف ايجابي، وده اللي خلاني اشد معاه في البدايه لما حصل بيني وبينه المشكله، وان انا ما خدتش موقف ايجابي. الحاجه الثانيه دي لما طلعت في الفيديو ما قالتش بلسانها ان انا ورمضان اتطلقنا او انا ورمضان انفصلنا. هي قالت كل واحد راح لحاله، على اساس ان انا مشيت وسبت لها البيت وهي خلاص بقى، وان احنا ممكن ايه نسيب بعض. بعد كده طلعت في فيديو قالت انا وجوزي ما انفصلناش بشكل رسمي، يعني اهي قالتها. فطبعا لما الحمد لله ناس كتير اتدخلت والموضوع، ناس كتير يعني انا مش اللهم لك الحمد، حب الناس ده نعمه من عند ربنا. ناس كتير جدا كلموني، ودي ناس غلاويه، ودي ناس حاقده، ودي ناس نفسها تشوفكم متدمره. وفعلا في رسائل تدل على ان في ناس من نفسنا، في ناس هتموت وتدمر البيت، في ناس هتموت وتشوفنا متفرقين. يعني دينا من ضمن الحاجات بتقول لك، انا جالي رساله بتقول لك اخيرا شفت بيتك مخروب، اخيرا بيتك اتخرب. انتوا متخيلين الغل، متخيلين الحقد. حتى في ناس في الرسائل كتير تمثيل مش عارف، ناس اقسم بالله العظيم مرضى، مرضى فعلا. بس انا اعمل ايه عشان خاطر المرضى دول ما يكسبونيش، او الشياطين دول ما يكسبونيش؟ اعمل ايه؟ ما اوصلهمش للدرجه دي. اعمل ايه؟ اكمل. اي نعم عندي اخطاء احاول اعدلها، بس اكمل. لان في ناس بتحبنا. انا عندي 5 مليون على التيك توك، 5 مليون و100، وعندي في اليوتيوب هنا داخل في 2 مليون. اكيد مش هضحي بكل الناس دي عشان خاطر فئه قليله غلطوا فيا او هاجموني. واللي يقول لك اصل مش عارف ايه، انا بقى خلاص دول هيبقوا بالنسبه لي بيهوهوا، مش هشوفهم، هرميهم، ممكن بلوك باسكت الزباله، ولا حتى اقرا تعليق وامسحه. يعني لو خدت بالي من تعليقه بلوك وامسح تعليقه واشطبه من حياتنا. لكن مكملين الحمد لله. وحمايه اقتنع والناس اتكلمت معاه وبتاع، طلع ان اصلا هو حمايه نفسه شاف بعض الحاجات، عرف ان في ناس سودة، في ناس غلويه، في ناس استغفر الله العظيم ثلاثة ورب الكعبة. يعني اقول لك ايه، يعني ده فعلا ممكن الشيطان يبقى رحيم عنهم. ده ابلس من ابالسه. دول شياطين الانس، دول ابلس من الابالسه. يعني على الاقل الشيطان انت عارف ان هو شيطان، لكن ده انسان وبيتكلم بلغه الشيطان. مستحيل. نفسه امنيه حياته ان بيتك يتخرب.
انت عارف يعني ايه يبقى مستكتر عليك مراتك ولا مستكتر عليك عيال؟ انا واحد جه قال لي، ولا مش فاكر والله، واحده جت قالت انت اصلا مستكترين عليك مراتك وعيالك، شايفينك انك عايش مع مراتك كويس، واولادك اللهم لك الحمد محبوبين، واولادك مقبولين، ومستكترين عليك عيشتك. زي ما ناس كده في التعليقات، ليه يا عم لما نزلت فيديو قلت انا ناجح ومش الناس فين ناجح؟ فين ناجح بتعمل ايه في المجتمع؟ يا عم انت اعمى ما بتشوفش، دي مش قصتي. انا ليا فيديوهات وانا لوحدي جايبه بال10 مليون مشاهده وال15 مليون مشاهده. فانت مش بتشوف ده، انت بقى ركب نظاره وعندك مشاكل في عينيك، دي مشكلتك. وانا عارف ان ما مرغي والله لو قعدت، هو قال لي لو جبت سجاده وصليت انت ومراتك هتتشتموا. والدليل ان دينا لما قررت ان هي تنزل على الفيسبوك فيديوهات هادفه اتشتمت. قالوا لها ايه، هو احنا هناخد منك انت النصيحه؟ يعني حتى مش قابلينها نصيحه مش نصيحه. ولما كبرت دماغها برضه وقعدت تنزل، يعملوها ازاي؟ انت المفروض واحده عندك مشكله المفروض ما تنزلي. بص اقسم بالله ما هيعجبهم العجب ولا الصياب في رجب، محدش هيتفق عليك مهما عملت صوابعك ال10 شعب. والله لو بتطلع ما بتعملش حاجه غير انك بتصلي على السجاده، هو انت يا عم بتعمل ايه؟ وانت تطلع بيورينا ان انت بتعرفنا ان انت بتصلي. لو بتقرا قران يا عم، وانت بتورينا ان انت بتقرا قران، مش هتعجب حد، والله ما هتعجب بشر. هما امنية حياتهم كانوا ان هما يدمروا بيتك، وانت اديت لهم فرصة على دهب، قلت لهم خدوا دمروا البيت. ركبوا على القصة، قعدوا يقولوا لك ايه ده ترند ترند ترند، عشان انت تقول لا ده مش ترند، طب روحي كذا، يسخنوك. زي ما واحد داخل يقول لي هيبقى ما عندكش مصداقية لو ما طلقتهاش، لو طلع فعلا ما انفصلتوش. انتوا متخيلين؟ والله العظيم 3 الفترة اللي فاتت انا شفت كوارث. والناس اللي بتطلع تعمل فيديوهات عليا او رياكت او مش عارف ايه، طالعه تعمل عليا في وقت انت متشاف فيه. طب انت فين انت في الوقت اللي قبل كده؟ لو انا يا عم مش شاف او مش كنت فين؟ فده يدل لك ان هو بيعمل عليك عشان في وقت ريتش، لكن انت والله لو مش متشاف او مش معروف مش هيعمل عليك حاجه. يعني نفترض انا ودينا بنعمل فيديوهات مش هادفه وفيديوهات زي الزفت، وبنعمل حاجه لا تدل ولا تدل بالقيم ولا اي حاجه، بس مش معروفين، كان طلع يتكلم علينا؟ والله ابدا، ورب الكعبه ما حصل والله، ولا هيشوفنا. حتى لو شافنا مش هياخد باله مننا. ليه؟ حتى الشيوخ بتوع الزمن دول، اقسم بالله شيوخ تلاقيه عامل اكونت على الفيسبوك، اكونت على اليوتيوب، اكونت وعمال يربح ويقبض دولارات، ويقول لك اصل انا بخاطب الشباب بلغتهم، لغتهم اللي هي ايه؟ السوشيال ميديا. طب انت لما بتعوز تخاطب الشباب ليه بتخاطب المشاهير؟ ليه ما بتخاطبش الناس اللي هي غلابه؟ ليه ما بتتكلمش في الدين؟ ليه؟ اصل ده مش دين، انت كل اللي بتعمله تنتقده وتقول له ربنا قال ايه والرسول قال ايه عليه الصلاه والسلام، تنتقده وتقول له ربنا قال، وتنسى نفسك. يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. يعني زي شيخ يطلع يجيب لك الكومنت بتاعي ويقراه يقول لك قال له مراته حلوه وهو بيقول الكلام اصلا غلط. يعني نفترض واحد، يعني انا في ناس طلعت قالت لك اللي قال الكومنت ده او اللي غلط ده واحد اصلا لو شاف امك في الشارع ولا شاف اختك في الشارع، واحد شوانه هيبص لها ويقول نفس الالفاظ عليها، نفس الالفاظ هيقولها عليها، بدل ما يقول له غض بصرك او انت غلطان او انت انتهكت عرضه. لا، ده هو قال الطريقه بس قالها بطريقه وحشه، يعني هو كلامه صح بس قاله بطريقه وحشه. ده شيخ منصر، وتلاقي منزل لك الفيسبوك ومنزل لك في اليوتيوب عشان يربح. بتعمل ايه يا شيخ؟ بتوزع يعني على الله الفلوس اللي بتقبضها دي؟ انا اعرف الشيوخ بتوع زمان كانوا لما يلاقوا عيال بتلعب في الشارع وقت اذان يقول لهم حرام تعالوا صلوا مش عارف ايه، يقول لنا الصلوات بتتصلى ازاي، يقعد ينصحنا في الدين بتيجي ازاي. لكن مش بخش اقعد اعلق على مشهور اصل تامر حسني اصل عمرو دي. اقسم بالله العظيم احنا بقينا في زمن غريب، وحياة ربنا فعلا احنا في زمن غريب. انت بتيجي تعدل عليا وفي اللي محتاج يتعدل عليه، فانت سايب فيجي واحد يقول لك ايه، هو انت بتبرر، ما هو اصل دي الكلام ده كتير بيتقال، بتبرر غلطك، بتبرر الغلط بتاعك بغلط الناس. لا، انا لو بغلط فانا اللي هتحاسب، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني لو مراتي دي بتعمل حاجه غلط انا اللي هتحاسب عليها مش انت. يقول لك بص مراتي، يا عم انت مال امك، هي مراتي ولا مراتك؟ انا مش فاهم. عيالي علمهم القران، يا عم انت مال اهلك، عيالك ولا عيالي؟ انا اللي هتحاسب.
يروح قايل لك ازاي من راى منكم منكرا. طب وعيلتك ما فيهاش حد تغير المنكر بتاعهم؟ امك ماشيه عدل؟ اختك ما بتلبسش محزق وهي نازله؟ يا عم هفترض كلامك صح، عيلتك كلها شرفه بتصلوا على السجاده، ما بتسيبوش فرض، داخلين الجنه كلكم كده لانكم من الاولياء الله الصالحين، العيله كلها ما فيهمش حد ينفع تغير منه المنكر. طب بلاش منطقتك، ما بتنزلش الشارع، ما بتروحش القهوه تلاقي ناس ماسكه شيش وستات ماسكه شيش، فالمفروض من راى منكم منكرا تقول لها نزلي الشيشه؟ ولا بتاع القهوه ممكن ياخدك واحده على قفاك يلبك يخلي قفاك احمر، يقول لك اوعى تيجي هنا ويديك على قفاك يخلي قفاك احمر؟ ده مش بعيد لو جوزها حبسك او طلب لك الشرطه. ليه؟ لان انت ما تقدرش تتكلم على المنكر ده. ان واحده لو لابسه محزق في الشارع ولا لابسه بنطلون تقدر توقفها وتقول لها غيري بنطلونك؟ لا. لكن تقدر تخش التيك توك لانك سبع الليل، او تخش الفيسبوك، او تخش اي اكونت تعلق وتغلط في الناس وتنتهك عرضهم. ليه؟ عشان انت قال الله وقال الرسول حرام، من راى منكم منكرا فليغيره. يغيروا فين؟ على السوشيال ميديا. المنكر بيتغير على السوشيال ميديا، وبيتغير عند ناس معينه، ناس مشهوره، ناس معروفه، لكن ما يتغيرش عند اللي بيقلع، واللي بتصور هي وجوزها في السرير، ولا اللي بتصور هي عامله شعرها، ولا اللي بتصور وهي بتغني اغنيه، هي عامله اغنيه او جوزها عامل اغنيه. يا راجل ده انا في حد، بس انا ما كنتش عايز اذكره، انا مش حابب ان انا اذكره، واحد مريض الله يشفيه يا رب ويعافيه يا رب، مرض خطير، مراته واقفه جنبه، اكيد انتوا عارفين انا بتكلم على مين، مراته واقفه جنبه، الناس كلها في التعليقات الزوجه الصالحه. لما ربنا يكرمك بزوجه صالحه، وانا مش مختلف معاها، ده هي فعلا ست ب100,000 راجل عشان واقفه مع جوزها، بس انا بختلف معاكم انتوا لانكم كده بوشين، لان هي بشعرها. انتوا خليتوها زوجه صالحه وهي بتطلع بشعرها لمجرد ان هي بس واقفه جنب جوزها عشان مريض. طب انتوا اصلا رافضين ظهور المراه، اما هي طالعه بشعرها وليها فيديوهات هي وهم بيرقصوا. هل هو كده الراجل المريض مرض وحش ده وتعب، هل هو كده ديوس وهيخش النار؟ ما اصل كل تعليقاتكم الله يشفيك ومراتك دي ب100 راجل، دي واقفه جنبك ومش عارف ايه، ما هو كده نفاق، انتوا كده منافقين. انتوا عشان الهوجه جايه ان الست يبقى كويسه، الهوجه جايه الست وحشه تبقى الست وحشه. لا، انتوا كده الميزان بتاعكم فين؟ انتوا ميزانكم واقع ولا رايح ولا ايه؟ يعني انا لو مريض ومراتي بشعرها وبتطلع ترقص معايا عادي كده يا ست كويسه؟ ما انا عايز افهم بقى انتوا بتفكروها ازاي، انتوا بتمشوها ازاي؟ مش يعني فاهمون انتوا بتمشوها ازاي؟ شيوخ قال الله وقال الرسول على السوشيال ميديا، انا ما بعترفش بيكم، انتوا على الله حكايتكم، اقسم بالله على الله حكايتكم تعبانين. وخصوصا بقى ايه اللي يعني انا مش عايز اتكلم، الناس بقى ايه، انت دلوقتي متربي ببيئه وهو متربي ببيئه تانية، مش بتكلم ان بيئه اقل، بس هو قافل على نفسه وقافل على حياته، فهو متخيل ان هو لازما يفرض سيطرته على ناس مش من اهله. يعني يقول لي انت مخرج مراتك ليه وانت مال اهلك؟ مطلع مراتك وانت مال امك؟ انت مش قادر تفهم ان انت في حاجات انت تقدر تخصك في اهلك، لكن في حاجات ما تخصكش. انا اطلع على السوشيال ميديا اطلع، ما اطلعش في قناه ينفع تشوفها وفي قناه ينفع تعمل لها بلوك، مش عاجبك اطلع. لكن الكلام ده لما انا بسمعه لكم وبيخرم ودانكم انتوا بتزعلوا وتلاقوا له 100 حجه، ويقعد يقول لك يا عم بس انت بتتكلم كتير مش عارف ايه، مش لاقي كلمه يقولها. وحياه رب الكعبه اكتر حاجه هتحرق دمهم وهتولع فيهم وهتقومهم شياط هو ان انا ومراتي رجعنا وانا واولادي هنبقى كويسين. ليه؟ هيقوموا الشوط، هتلاقي بقى كله ده كان ترند، ده كان مش عارف ايه، ده كان مش عارف ايه. اقعدوا فسوا لحد الصبح وانا مش هشوفكم بعد كده. اخركم زي ما انا قلت لك، تعليق مش هيعجبني بلوك، والتعليق يتمسح زيك زي لما برمي حاجه في الباسكت الزباله يعني. فالموضوع انتهى ويومكم جميل، وشكرا لكل واحد وقف جنبنا ودعمنا وساندنا، وشكرا للناس المحترمه اللي فعلا كانت يعني عملوا المستحيل عشان خاطر احنا بيتنا ما يتفشكلش، واحنا مكملين رغم انف الحاقدين. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.